اللي اتعلمته ده بعلمه ليه؟ يبقى زي ما بيقولوا كده زكاة عين. يعني دي نيتي، ببقى فرحان جدا بده. معلش يعني دي حاجه كنا عايزين نقول عليها منها برضه عشان تبقوا عارفين. الفريق ده اتأسس 2018 بيساعدني فيه، دعمني فيه، صرف عليه ماديا عشان خاطر يوصل ان احنا 2025 وبنعمل مدرسه وعندنا ما شاء الله جدا. انا بعد على الكرسي بتاع العربيه بقى كده وامسك كده، كل ده حلو وجامد واشبه الاشباه واحنا ولا رجلي برضه مقوسه كده ولا مفتوحه زياده عن اللزوم، لا كل حاجه زاويه 45. الدركسيون بمسكه بالظبط زي عقارب الساعه كده 2 و10 بدايه الاثنين فوق، ودايما ايديا بتبقى سلسه. لو ما اجي الف انا يعني الدركسيون اهو مثلا الداير بتاعه انا بقى ايدي بتعدي كده، بتيجي عند الفواصل دي هي اللي بتحكم، مش بمسك الدركسيون كده وعامل ايدي جامد او عربيه جامده فانا هكسب معايا تمام كده. يعني هو ممكن يبقى التحدي قايمه في اول بطل ولا ببقى قاعد زياده ولا كده، وفي نفس الوقت يعني ما بخليش في جيب كبير قوي ان انا اقعد اتزاول في الحلقه، كل حاجه قريبه مني. طبعا ما يبقاش في اسلاك ولا شواحن ولا فواحات وكل ده اتشد حكايه في البيت. انا ببقى زي الجرس، الجرس في الشارع ما بتجريش تاخد جرزه، يعني انت بتبقى راسم بعينك انت هتاخد ايه وتطلع من ايه وتعمل ايه وتسوي ايه وتفتح هنا وتقفل هنا، ولو انا اخش صح عشان بعد كده ما تزنيش. لو دخلت من هنا كده وسعت لنفسي وقفلت كده صح ده هيبقى واسع معايا، لكن لو جايب معلمه كده تك تك معدينه مره واحده. ليه؟ انك تفتح العجل تخلي النزل العربيه او الشهر يكسر معاك كده وبعد كده تفصل العجل كله. لازم يبقى في دخله معينه تخش منها عشان دي اللي هتسهل عليك. تخش من هنا كده معايا تاني اهو وتكمل على طول. ده انا باخده ازاي؟ بيفرق ازاي حد عن حد؟ اللي انا بخش اول واحد صح، دخلت اول واحد صح يعني يعني بفتح لنفسي واقفل على ده عشان ابتدي اخد ده كله مستريح. لكن لو دخلت ستارت اهو المفروض ان انت هتمشي، ده اسمه سلالوم او دي حواجز المفروض بنعدي ما بينهم. لازم